بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكسكسي. كسكسي حلو كده ولذيذ، هيعجبكم. وطبعا احنا في الشتاء بنحب الحاجات ديت، يعني كسكسي في الشتاء يعني مفيش بعد كده، ومش هتقدري تقاوميه وهتاكليه وهيبقى حاجة كده في منتهى الجمال. معايا المقادير بتاعته سهلة جدا، لا هتعملي بقى حلة بخار ولا ان انت تشيلي بقى من المنديل ومن الشاش وحاجات البايخة اللي احنا بنعملها ديت. لا، هتعملي من هنا ورايح بالطريقه دي بقى، بس هو ما ينفعش غير حلو. لو انت عايزه بقى تركيب الخضار يبقى حاجه تانية بقى، زي اللي احنا بنعمله بقى الغريب اللي احنا كنا بنعمله. مع المقادير: كوبايه حليب، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع من السمنه. السمنه تكونها يعني انا بفضلها تكون بلدي، او تكوني يعني ايه حاطه فيها مكعب زبده كده تخلي ريحتها حلوه. لو انت مش عندك سمنه بلدي نباتي عادي، ومعاه يعني لو معلقه سمنه بلدي واحده تخلي الطعم او الريحه بتاعتها حلو. معايا نص معلقه بيكنج باودر او بيكنج صودا من بتاعه الطعميه، ايوه بيكنج صودا، يعني لو مش متاح عندك بيكنج باودر. نص كيلو دقيق من بتاع البسبوسه، دقيق سيمولينا عادي اللي احنا بنعمله للبسبوسه. هو ده الحاجه اللي انت هتشتريها من بره. بعد كده كل الحاجات ديت متوفره عندك في مطبخك، مش هتحتاجي تجيبي حاجه تانية، ولا هيتعبك ولا هتشيلي ولا هتحطي ولا يكعكل ولا نفرم ولا نحط ولا نبرد. حاجات سهله جدا، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. انا عملتها كده لفتها مع بعضها، ما حطيتش اي حاجه. لو حسيت ان العجينه بتاعتك ناشفه شويه ممكن تضيفي لها شويه لبن صغيرين كده. شايفين القوام بتاعها كده تمام. افردي كده في الصينيه لحد بقى ما يعني تبقى مفروده كويس، وبعدين حطها في الفرن. الفرن بتاعي على درجه حراره 170. انا مش عايزه اديها اللون خالص، هي خدت بس لون من القعر لان انا نسيت عليها شويه. ممكن انتي ما تسيبهاش بقى يعني تاخد لون من القعر بتاعك، بس هي مش واخده لون قوي، هي لون اصفر يعني. يعني اداني لون درجه الصفار اللي هي اللي انا مش حباها او مش عايزاها. بس انا يعني عملتها ببعضها ما كانتش باينه قوي، بس كويس. شايفين بقى الشكل؟ اهم حاجه تطلعيها من الفرن تسيبها لما تبرد خالص، وبعد كده تطلعيها بقى تفرفطيها من بعضها، ونجيب الكبه بتاعتنا. ممكن تعمليها في منخل صغير، لو انت منخل بتاع المطبخ العادي تعمليها فيه لحد ما تعمل معاك فرفط معاكي كويس. بعد كده تروحي عاملاها. لو انت بقى ما فيش عندك المنخل اعمليها في الكبه، بس اهم حاجه زي ما قلت لكم ما تعملوهاش وهي سخنه علشان ما تعجنش معاكي وتبقى وحشه. كده تمام. بعد ما حطيتها كده هنجيب بقى الكبه بتاعتنا، نحطيها فرمه فيها كده، يعني الكعكله فيها او الحاجات اللي هي بتبقى كتل واحده ديت تبقى مفرفطه معاكي وتبقى تمام زي ما انتوا شايفين كده. بس كده هو ده الشكل بقى اللي انا هوريه لكم، ده الشكل اللي انا عايزاه، او ده الكسكسي بتاعي اللي انا عملته لكم بطريقه سهله. ومش هيحتاج معاكي وقت ولا مجهود خالص. لو انت بقى جايلك ضيف بقى مستعجله عايزه تعملي حاجه سريعه وحاجه تكون مختلفه عن المعتاد اللي احنا بنعمله بقى في الشتاء، وعايزين حاجه تكون تدفي وحاجه تكون حلوه، هي دي الكسكسي. هتعمليه في ثواني، مش هياخد معاكي حاجه والله، وهتبقى جميله. عندك بقى شويه مكسرات كده عيناهم بقى من ورا ولادك ولا حاجه، طلعيهم وحطيه لهم عليها، هيبقى حلو ومغذي ومشبع جميل جدا. وتحطي بقى لو في لبن بقى سخن كده تحطي عليه، يعني في منتهى الجمال. طعمه كان جميل جدا وتحفة، ويعني ما كانش محتاج اي حاجة خالص ان انا احطها غير شوية مكسرات وشوية سكر بقى بس مطحونين كده، ويبقى ده الكسكسي الجميل اللي احنا بنبقى ناكله بره، او بنبقى عايزين ناكل كسكسي وخايفين ان احنا نعمله او متعب بالنسبة لنا. طريقة سهلة وجميلة. هو اهم حاجة ان هو يعني حلو، ما ينفعش حادق وما ينفعش مع اي حاجة حادقة. هو بس يحتاج معاه شوية مكسرات وشوية سكر بودرة، لو انت حابة تحطي سكر زيادة، مش حابة يبقى خلاص كده بتستكفي بشوية المكسرات عليهم ويبقى تمام كده. تمام كده. شايفين شكل الطبق بقى؟ بصراحة يفتح النفس وتحفة جدا وهيعجبكم ما شاء الله. بس كده هنحط كده شوية سكر ويبقى كده تمام بقى معانا الكسكسي كده. خلاص خلصناه. ندوق بقى الطعم ونشوف بقى الشكل بقى بتاع الكسكسي، يعني شكله بقى بصراحة بيقول ان هو كسكسي، بس الطعم بقى نشوفه بقى يعني مع بعض. بصراحة
يعني انا اكلت معلقه بقيت بجد مبسوطه منه جدا. طريقته كانت حلوه وبسيطه جدا وسهله، يعني مش هتاخد معايا وقت بعد كده تاني. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون حلوه وبسيطه وتنال اعجاب حبايبنا كلهم، واكون يعني بقدم الحاجه السهله والاقتصاديه في نفس الوقت. ما نكونش برضو كنا احنا نشيل هم ان احنا بنبقى واقفين في المطبخ كتير. لا، بعد كده هنعمل الحاجات السهله البسيطه اللي ما توقفش كتير وتديكي نتيجه كويسه. شايفين بقى الشكل؟ بصراحه كان تحفه جدا، وما شاء الله كل اللي اكل منه عجبه. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون خفيفه على قلوبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.